مرحبا بكم، ان شاء الله رمضانكم مبروك. اليوم باش نعملوا مع بعضنا الزريقه اللي ما يعرفهاش هي ملصوقات تلف صوابع، والحشو نتاعها يكون بالفواكه الجافه، ونطيبوا لها كريمه نصبوها من فوق. دونك بالنسبه للمقادير، هنا استعملت 50 غرام لوز ومعهم 50 غرام بوفريوه و50 غرام سكر محور. نسحقوا زيادة شوية زبدة حوالي 50 غرام باش نذوبوها وندهنوا بها اوراق الملصوقة. بالنسبة للملصوقة خليت الملصوقة اللي هي الفورمة متاعها تكون مربعة كاري. ونستحقوا زيادة الماء ورد والا عطرشية. دونك ليتاب الاولانية رحيت اللوز ورحيت البوفريوة، ولهنا باش نلمهم مع بعضهم بالعطرشية. عندي انا العطرشية، نفضل العطرشية على خاطرها نحسها افوح من المورد وابن. دونك نخلطوا اللوز والبفريوة ونزيدوا لهم السكر المحور. السكر المحور انا ما استعملتش 50 غرام كاملة، استعملت اقل حوالي 30 غرام على خاطر مازال باش نزيدوا معها الكريمة، والكريمة هي بطبيعتها حلوة. باش نلم الميلانج متاعي بالعطرشية. العطرشية نبدا نزيد بشوية باش ما تغلبنيش. من الاول نحرك بالسباتول ومن بعد نحرك بيدي باش ديما نقعد نحكم في دونك من بعد ناخذ وراق الملصوقة وندهنهم بالكدا بالزبدة ونشخشخهم مليح باش تعطينا باش تطيب بالكدا في الفور، باش الملصوقة من بعد تطيب بالكدا في الفور وتبدا تتقرمش. دونك ناخذ الميلانج نتاعي اللي حضرته نتاع الفاكهه ونعمل بيه كيما صباع بالفاكهه، نستويه بشويه وجلو فاسون يلزم يكون مرتوب. انا لهنا عملته عريض شويه، وبالطبيعه العرض نتاع الحشو نتاعنا احنا اللي نتحكموا فيه، كل واحد كيفاش يحب. بعد نبدا نلوي ورقه الملصوقه ونكبس، ديما نلويها ونكبس على الميلانج نتاعي باش تجيني مستويه ويبدا صباع مزيان ومستوي من الشريط الكل. كما قلت بالنسبة للعرض متاع البودان احنا نتحكموا فيه. نجموا مثلا نعملوا صوابع ملصوقة جويدين، هذوكم اللي باش نحطوهم في وسط الكوب وباش يتغطى بالكريمة، والصوابع العراض نخليهم في الاخر للزينة. كسوسوا جويدين والا عراض احنا ليسونسيال. من بعد كي باش نقصوا بعد ما يطيبوا لي بودان في الفور ونقصوهم، الازين هما اللي باش نزينوا بيهم من فوق. الكونتيتي اللي حضرتها هذه اللي هي اونطو 100 غرام فاكهه، عملت لي 3 صوابع ملصوقه. دونك صوابع الملصوقه باش نحطهم يطيبوا في 180 في فور سخون 180 دوغري حوالي 15 دقيقه. ديما نحسوا عليهم ما نخليوهمش يحمروا برشا. دونك لهنا خديت ورقه ملصوقه وقصيتها شرايط هكا جويدين ودهنتهم زيدا هما بالملصوقه باش نحطهم يطيبوا باش ندخلهم حتى هما للفور. دونك هذه حاجه معناها فاكولتاتيف ماهيش لازمه، انا من بعد باش نستعملهم للزينه على خاطر الملصوقه كي باش تطيب اولا للزينه وثانيا باش تعطينا تقرمشه بنينه مع الكريمه نتاعنا. انتر طون نحضروا الكريمه نتاعنا. لهنا استعملت ربع ايترا 250 مليلتر حليب، عليهم زوز اصفر عظمه وزوز مغارف نشا معبيين، ومعاهم 50 غرام سكر. نحطهم نحرك بالكدا ونحطهم يطيبوا على الغاز. وإن فوا بدات تغلي الكريمه وقتها باش نزيد زوز مغارف معبيين زاده عطرشيه اللي هي باش تشوح لنا الكريمه نتاعنا بالكدا. دونك لهنا كيما تشوفوا قصيت صوابع الملصوقه نحطهم في الكوب. حطيت في كل كوب 3 طروف ونصب عليها الكريمه دو تيل فاصون ونغطيها بالكدا. دونك الكونتيتي نتاع الكريمه اللي استعملتها عملت لي 2 كوب كبار و2 فيرين صغار.
بالنسبة لي أنا في عائلتي احنا زوز كبار وزوز صغار دونك كيفية بالكدا. إذا كان واحد عنده أكثر أفراد عائلة ينجم يعمل الدوبل متاع الكونتيتي اللي أنا عملتها. نجمو مثلا نغطيوها الكل بالفروسيك. أنا لهنا حبيت نعمل حاجة سامبل. نجمو جوست نزينو بالبودان اللي حضرناهم من فوق. لهنا عملت المسوقة اللي حضرتها باش نقصها طروف جويدين ونعمل بيها ونزين بيها من فوق. الزريقة معروفة بنينة برشا. ان شاء الله الريسيت متاعي اليوم عجبتكم. كان عجبتكم حطولي لايك وابونيفو ا ما شين.